تاني سؤال من رائدة عوني من الأردن، وبتقول إيه أهم الأخطاء اللي بتعملها أغلب الستات في المطبخ وبتضيع بيها القيمة الغذائية للأكلة؟ يا لهوي. عايز دكتور ده. شوفي، ما يعني مشكلة الستات في البيت من أمي وانتي رايحة يعني بيطلعوا يعني بيخلوا الفراخ يعني تصوصو مم. من كده ما بيطبخوها، أو اللحمة يعني لازم يعني ممكن بس بدها شوية تقرأ أكتر شوية معلومات مهم. كيف تطبخ اللحمة تبعتها. يعني أنا بشوف اللحمة تنحط على حلة أو على طاسة باردة، وتنزل اللحمة على الطاسة باردة، بتخليها تستنى لتبك المي تبعتها وتطلع المي وتطلع كل يعني الأكل سهل، الانجريدينتس فيها مية. مهم. فأنت إزاي تعرفي تحافظي على المية بتاعت الانجريدينتس عشان تطلع شكلها حلو طعمها حلو؟ أسهل من الجواب ده. لا ده كل الانجريدينتس فيهم ميه. مهم. فانت عمليه الميه زي بتبخريها او يعني بتطحنيها للميه في المكون. فبالنسبه لي لازم يكون عندك درايه او المينيموم بتقنيات المطبخ، انه كيف تستعملي كيف تطبخي اللحمه والدجاج وبتطلع معك الاكل طيب. القيمه الغذائيه للاكل انا بالنسبه لي اي شيء ينطبخ بيفقد القيمه الغذائيه تبعته، يعني الفيتامينات بعرف شو، فما بحسن بفتي كمان. بس ما هو مثل الأكل الني، دائما الخضرة النية أو الأكل الني بيضل فيه القيمة الغذائية أكثر من الأكل المطبوخ.